السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبعافية. كما راكم تشوفوا الوصفة نتاع اليوم هي صبيعات العروسة اللي جبتها لكم بطريقة سهلة وبمقادير مضبوطة. هاد صبيعات العروسة وصفة قديمة البنات، وصفة قديمة تشبه للشراك، يعني وكعب الغزال. هنا دوك نقصروا عليها ونفهمكم نفهمكم على هاد الحلوى هادي. هنا عندي عبر نتاع الفنجال تاع قهوة، غير باش تجربوا عطيتكم هاد العبر الصغير باش تجربوا وتحطوا فيها يديكم البنات. هنا درت كاس، يعني فنجال معمر نتاع المارغرين، والمارغرين درت لها نص مغرف كبيرة نتاع السمن. معناتها عندي مارغرين والسمن، لكن السمن حاجة قليلة. هنا عندي فنجان ناقص 2 صباع نتاع الحليب، وفنجان ناقص صباع نتاع الزيت، وعندنا لافاني ورشة خميرة الحلوى ورشة نتاع الملح والفرينة باش نلمو هاد العجينة هادي. هاد العجينة عجينة سحرية اللي نخدمو بها التشارك والعرايش. هنا نحطو السوائل اللي هي المارغرين والزيت والحليب، وكما فهمتكم البنات هنا ديت غير مغرف ونص تاع مارغرين، والنص الاخر كملته سمن، وذوبتهم وعبرتهم في فنجال تاع قهوة. هنا نحطو لافاني اللي هي مغرف صغيرة نتاع لافاني، ورشة فقط خفيفة نتاع الخميرة الحلوى، ورشة يعني صغيرة تاع الملح. هنا الخميرة الحلوى نديروها باش تجي الحلوى نتاعنا خفيفة وليجي. هنا كيما راكم تشوفوا هاد الخطوة لازم ديروها، ضربوا هاد السوائل هادو تري تري بيان باش من هاد العجينة ما تخرج لكمش الزيت وليدام، يعني ما تجيش ميدمه. هنا اللي قد خلطوا حتى يولي الخليط معاكم ابيض وتحسوا باللي الخليط ثقل. عاد نجو هنايا نلمو بالفرينه. كيما راكم تشوفوا حطيت الغرفيه الاولى، وزدت راني في الغرفيه الزوجه رايحه معاها غير بالعقل. يعني الفرينه حاولوا ما تتسرعوش، غير بالعقل. لازم تحصلوا على العجينه ما تكونش تتلصق، و او ميم طون ما تجيش يابسه. لو كانت يبسوها راح تشقق وتعذبكم في الخدمه. شوفوا هنايا ديروا هاد العمليه مي تحسوا لاباط تاعكم نشفت، ديروا كيما هكا حربوش ودوروه على صباعكم، مي ما تصيبوهش تقطع سي بون. عرفوا باللي هذيك هي الدات حقها مليح مليح في تاع الفرينه. هنا وين تحبسوا الفرينه شوفوا بقات لي يعني نص الغرفيه بقات لي من الفرينه. وإلا كانت عندكم الفرينة تشرب الوغ سي با لا بين، نروحوا معاها غير بشويه، ولا ديروا طموا الفرينه، طموا لاباط نتاعكم وخلوها شويه وعاودوا ولولها، راح تلقوها شربت كامل ديك الفرينه. وتعرفوا العبر هنايا وزنتها البنات 20 غرام ولا 19 غرام، هي من الأحسن ديروها 19 غرام تجيكم الحبة هذيك هي. ونخلوها العجينة تاعنا ترتاح ساعة ولا ساعتين. هنا نجيو للكاوكاو. الكاوكاو كنت حمصته في الفرن، يعني قيس منشف فقط، يعني ما حمصتوش بزاف وطحنتو رقيق. هنا راح نكملوا العبر. العبر نتاع الفنجال تاع القهوة درت 3 عبار نتاع الكاوكاو في نص عبر نتاع السكر. ها ولوينا ما نكتروش السكر بزاف، تجينا الحشو يابس ويجي قاصح، يعني من نحطوا الحبه نقسموها على زوج نلقوا قصح لنا الحشو نتاعنا. هنا نديروا نص فنجال نتاع السكر، ونديروا معاه 3 مغارف مارغرين دايبه، وعندنا ماء الزهر فوالا. والقرفه هنايا ما درتهاش البنات، ما كانتش متواجده عندي. ديروا نتوما رشه نتاع القرفه ونص مغرف نتاع لافاني، نص مغرف صغيره نتاع لافاني. هنا نجو نطموها بالمزهر. المزهر كذلك روحوا معاه غير بالعقل، رشوا وعجنوا رشوا وعجنوا. هنا نسيت باه نقول لكم باش نحطها لكم في مع الاول. درت معاها قيس 3 مغارف كبار نتاع نواد كوكو. هاد الحشوه هذه تبغي نواد كوكو، يعني تبغي تكون فيها البنه تاع نواد كوكو، تجي بنينه، يعني داك الحشو يجي ينتكل وحده كيما راه هكا ينتكل، جا بزاف بنين من درت له الاضافه هذه تاع نواد كوكو نتاع جوز الهند. الوغ ديروها البنات، ما راحش تندموا فيها، تعطيكم واحد لوكو مختلف.
شوفوا البنات الحشو هنايا كيفاش جات لا تيكستور تاعه، نفوتو نوزنوه قيس 10 غرام، 10 غرام ولا 11 غرام. اللي تبغي الحشو معمر نتاع العجينه ديرو 11 ولا حتى 12 غرام. شوفوا لا تيكستور تاعها هنا بعد لي حكمت روحها. شوفوا جا قوام رائع وجات معسله. هنا نغلفوها بورق بلاستيكي ونخلوها على جهه يعني ترتاح مع العجينه. هنا بعد اللي ارتاحت العجينه ساعه ساعتين، ما تخلوهاش يعني ماشي شرط الا كنتو مقلقين عليها ساعتين ولا ساعه ونص. هذيك هي. هنا نجو نحلو هذوك الكويرات اللي وزناهم 19 غرام حتى 20 غرام. 19 غرام تجي 18 غرام تجي كذلك. يعني نتوما والذوق تاعكم كي تبغوا الحبه الحجم نتاعها. هنا نجو نحطو الحشو. فوالا شوفوا هنا ركزوا مليح البنات كيفاش راح ندير حربوش ومن بعد نجي من الاطراف ونبقى نرقق فيه. نرقاه غير بالعقل. شوفوا باش تجيني يعني في الوسط يجي بومبي، ونحطوها على الطرف كيما هكا. ولازم هاد الحواشي هادو لكم تشوفوا فيهم كي شغل نمحوهم على الحشو نتاعنا. استادير تمحوهم ما تخلوهمش هكا واقفين. فوالا نمحو هادو الاطراف على الحواشي باه من نجو ندورو الحبه ندوروها تجينا سهله، يعني ما يدخلهاش الريح. فوالا ركزوا مليح البنات على الشرح لانه الشرح راح تفهموا اكثر واكثر من اللي نشرح لكم انا. وتغلقوا. فوالا نعاودو نغلقوا كامل هادوك الفتحه هذيك ونحاولوا نحلوها في الوسط، يعني من الجناب نعاودو نرولوها باش نضمنوا باللي الفتحه هذيك تبلعت وراهي على حجم واحد. نعاود لكم هنايا الحبه، يعني راح ندير لكم 3 حبات باش تفهموا الطريقه كيفاش. حاولوا تلووها باش ما يبقاش الريح لداخل، وبلعوا الاطرافهم الوالا ونعاودو نفوتو نبلعوهم مليح مليح، يعني نلصقوهم تري تري بيان. شوفوا فوالا غير تما يعني ما تتركوا ما والو وروحوا الاطراف. فوالا دو خطره ولا زوج قيس ما تجينا بومبي في الوسط. فوالا كيما تشارك، لكن حنا راح نخلوها كيما راها ما راحش نعوجوها. هذه هي تجيكم بهذه الطريقه روعه البنات. هادو هما صبيعات العروسه. هاد الوصفه هذه قديمه 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 بزاف وبالك يعني بزاف ما يعرفوهاش. هنا حنايا علموها لنا هذه تعلمناها. كانوا جداتنا يديروها، مواتنا يديروها بكري. على قلت لكم هذه الطريقه يعني بالك ولايات بزاف ما يعرفوهاش. هذه هي صبيعات العروسه. شوفوا ركزوا مليح، ركزوا على الطريقه كيفاش وفوتوا في الجناب. فوالا ما تدركوش كشغل راكم تبومبو في الوسط، غير الجناب غير شويه باش يدو هذاك الحجم، يعني تجيك كي الحبه تاع التشارك كيما من نديرو في التشارك نديرو فيه هذا الكاطو هذا. ونفرنوا البلان تاعنا ونحطوهم على البلا كيما هكا. نجيبو نبيكوهم. فوالا نبيكوهم بهاد الاعواد نتاع الشواء ولا اللي كان عندكم، بيكوهم 3 خطرات. فوالا نبيكوهم 3 خطرات، زوج في الاطراف ووحده في الوسط. وهنا لازم يريحوا البنات، لازم يريحوا باش الشكل تاعهم يبقى هو. خلوهم ساعه وقت اخرى قيس ما ينشفوا. يعني لما يرتاحوا راح يبقى الحجم نتاعهم هذاك هو، وما ينتفخوا استعدين ما ينتفخولكمش في من يكونوا يطيبوا. طيبتهم كما راكم تشوفوا هنا على 180 درجه، قسم احمر من التحت وداو اللون الذهبي من الفوق في الوجه وقلعتهم. هنا خلوهم يبردوا. نتوما تبغوا تخلوهم نهار ولا 24 ساعه يبردوا، ولا كنتم مقلقين عليهم خلوهم ساعه ساعتين يبردوا مليح. ونجو نخدموا لهم هنا السيرو باش نشربوهم بهم، باش نجو نسكروا الحبات نتاع هادو كيما من نديرو في التشارك. هنا درت فنجال نتاع مزهر
وزوج مغارف نتاع السكر الرطب ومغرف نتاع الفارينة. هاد الخليط هذا هو اللي راح يخلي لكم الحبة نتاع التشارك تجي مسكرة والسكر يعني يلصق فيها. يعني هادو الصبيعات العروسة، عفوا قلت لكم الحبة تاع التشارك، هادو الصبيعات تاع العروسة ستادير نفس العملية كيما من نديروه في التشارك، رانا درنا نفس الحشو ونفس العجينة غير في الشكل اللي يختلفوا، ونفس الطريقة في التسكار. هنا نجو للسكر، هنا بعد اللي درتهم يعني شربتهم، غطستهم غطسة خفيفة وخرجتهم يقطروا، خلوهم يقطروا مليح ونعاودو نديروهم في السكر الرطب. هنا السكر الرطب درت له 2 مغارف نتاع مايزينا في ساشي ونص نتاع السكر الرطب، نديرو 3 مغارف مايزينا ولا 2 مغارف. هنا المايزينا هي اللي تعطينا هذيك يعني لا تكستور شابه من نجو نسكرو. شوفوا التسكار تاعنا كيفاش يجي. هنا بعد اللي خليتهم ان بون مومون، خليتهم قيس نص عفوا ربع ساعه. وفي نفس الوقت الكميه الاخرى راني نشرب فيها وخليتها تكتر، ما بين شربتهم وخليتهم يكتروا والاخرين راهم في السكر يتسكروا. نجو كيما هكا نعاودو نفتحو عليهم ونروحو معاهم غير بالعقل، ندو غير بالحبة ونقلعو هذاك السكر الرطب الزائد. كيما راكم تشوفوا الاولى نقلعو من القاعدة، نقوا القاعدة نتاعنا غير بشوية وروحو بالكف نتاع اليد، غير بالكف نتاع اليد، ما تدركوا عليها، ما تروحوا يعني ما توشوهاش كامل بصباعكم، غير براحة اليد كيما راكم تشوفوا غير بالكف نتاع اليد. وحاولوا تسقموها وتقلعوا لها كامل هذوك الزوائد، ما تدركوش على الحبات تاعكم، غير كيما هكا وتسقموها وتجي متحوفه. شوفوا لما درنا السر اللي ضفناها لها هي المايزينا، ما راحش تستبنوها وما راحش تبان مع السكر الرطب البنات. شوفوا تقطبوا الصفايه نتاع الحديد وتعاودوا ترشوا عليها سكر رطب. هذه هي النظرة التالية نتاع الحلوى تاعنا. شوفوا كيفاش جات روعة. هاد الحلوى هذه صراحة تشهي، جات روعة، جات مبسة. انا ما بغيتش نديرها في لي ساشي لانه جات مبسة، يعني خفتها تتكسر كامل. على هذه قلت انا نديرها هنايا يعني في حاجة تكون واسعة ونعرف روحي كيفاش نتعامل معها. شوفوا كيفاش جا متحوف اونتي غيره مقلاصي بالطلية. شوفوا الله يبارك جا رائع. نبغي البنات نوري لكم هادو لي ديتاي باش تفهموني اكثر واكثر. نجو هنايا نرشوا عليهم رشه خفيفه، فوالا. هذه هي النظره التاليه. هنا شوفوا البنات تبغوا ديروا العجينة السكر. انا يعني كيما نعرف الوصفه كيما حطيتها لكم. العجينه تاع السكر تبغوا ديروها في وريقات هكا، ولا يعني تزيين يبقى عندكم، تبقى اختياريه. وإلا بغيتوا تخلوها كيما راها هكا تجي تاني شابه ومتحوفه. الله يبارك. شوفوا البنات التسكر كيفاش جا رائع، جا ليس، يعني اون ديغي طلينا الحبه. فوالا. هنا نفوتو نسكر معاكم الحبات الاخرين. فوالا. شوفوا هادو بعد اللي سكرت، راني نسكر في الاولى الكميه الاولى اللي درتها، والكميه الزوجه راها تكتر، ومن بعد نعاودو نديرو نفس الطريقه اللي درناها معاها مع الكميه الاولى. شوفوا هذه هي البنات. هنا ما بغيتش نحطها لكم في لي كيسات، يعني لي كيسات تبقى الحطة اختيارية، تبقى نتوما وحسب الذوق. هنا حطيتها لكم كيما هكا، حطة نتاع زمان، فوالا كيما كانوا يحطوه بكري. هنا شوفوا نقسم لكم الحبة باش تشوفوا يعني الداخل كيفاش جا. هنا جات الحبة مبسة مبسة مبسة. شوفوا وجات الحشو الطري ومعلك، جا رائع. يعني السكر مما كترناش في الحشو، جات الحشو معسل. شوفوا جات طرية روعة البنات. وكذلك النصيحة اللي نمدها لكم الزوجة،
باش تتحصلوا على هاد الطراوة في الحبة، ما تكترولهش الطياب، سواء هاد السبيعات ولا التشاراك ولا العرايش. ما يبغوش الطياب بزاف، يعني ما تنشفوش لاباط نتاعكم في الكوجة وين تولي الحبة يابسة. حاولوا تجي بيان دوغي من الفوق، غير هكا دوغي خفيفة، ومن التحت كذلك تجي حمراء وشابة. هذه هي خواتاتي، خليتكم بالصحة والهنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.